السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم إسراء من قناة كل يوم حاجة جديدة ومختلفة. النهاردة هتكلم عن حاجة منتشرة جدا الفترة دي. الغش في الميزان. طبعا الموضوع مش على قد اللبن بس بصراحة، شامل حاجات كتير. يعني أول حاجة هنا كان 968، وتاني كيلو كان 983 زي ما احنا شايفين. طبعا المفروض ان ده كيلو كامل. هنا 980 زي ما احنا شايفين، والكيلو ده 977 زي ما احنا شايفين. كل ده ناقص، يعني حاجة ملحوظة جدا. 986. طبعا انا مصورة الفيديو ده على فترات، كل ما اجيب حاجة كيلو بصور. هنا 966. يعني انا مش فاهمة ازاي بصراحة بيرضوا على نفسهم ان هم يقللوا. وعلى فكرة ده من اماكن مختلفة، يعني مش من شخص واحد. هنا 968، هنا 984. طبعا في ناس هتقول لي يعني ايه يعني فرقت يعني في 20 جرام، 30 جرام، 50 جرام. طب ما هو يا جماعة انا لما اروح اشتري من مكان مثلا من سوبر ماركت او من حد من اللي بيبيع، اللي هما تبع الريف وكده، وينقص من كل كيس 20، 30، 40، 50، اي كان الكمية اللي منقصها ايه. طب ما هو ده ايه هيفرق معاه في اخر اليوم؟ هياخد حاجة مش من حقه. ولا وبعدين يعني كمان هو بيغلي في السعر ويقلل في الوزن. يعني انا هنا مجمعة اللبن ده من اماكن مختلفة وعلى فترات، وصورت فيديو جمعته بيه. فحرام بجد والله، يعني بتغلي وتقلل. ده كمان بالاضافة ان هما كمان غشينه، يعني مش لبن جاموسي صافي. وفي ناس انا معرفش المعلومة دي صح ولا لا، بس لما سألت فيها قالت لي ده بيزودوا نشا عشان يبان ان قوام اللبن تقيل. طب ليه؟ يعني انا بالنسبة لي بجد حسبي الله ونعم الوكيل، انا مش مسامحة كل ده. فرق في الوزن وزيادة في الفلوس. فانا مش عارفة بصراحة. قررت ان انا اغير. مع واحدة كنت بتعامل معاها قلت لا خلاص، شوف سوبر ماركت نفس النظام، نفس زي ما انتوا شايفين الوزن كده بالظبط، ما بين 960، 968، 980، 966. انا بالنسبة لي الموضوع بصراحة حسبي الله ونعم الوكيل.